اتعودنا في كل ميركاتو صيف ان احنا بنشوف صفقات رهيبة في كل دوريات اوروبا الكبيره، بالذات طبعا الدوري الانجليزي والليجا الاسبانيه. ولكن السنه دي الموضوع كان مختلف جدا. فكروا كده هتلاقوا ان صفقه واحده بس في الميركاتو كله هي اللي كانت بجد تعتبر صفقه كبيره وكل الناس كانت بتتكلم عنها. وطبعا بتكلم على كيليان امبابي لريال مدريد، وحتى دي كانت بين قوسين كده ببلاش ومتوقعه جدا. طول الصيف ما شفناش ولا حتى صفقه واحده تعتبر مفاجاه كبيره، لدرجه اني مش لاقي بجد غير كام صفقه كده يتعدوا على صوابع الايد الواحده اللي ممكن اعتبرهم صفقات فعلا هتنجح. ضعف الصفقات اللي حصل في الصيف ده اكيد بسبب قوانين اللعب المالي النظيف اللي عامله رعب لمعظم انديه اوروبا. انتم متخيلين ان نيوكاسل اغنى نادي في العالم ما عملش غير صفقه واحده بس، صفقه صغيره. ريال مدريد ما جابش حد بعد مبابي، برشلونه صفقه واحده بس كبيره، وحتى مانشستر سيتي اللي باع جوليان الفاريز لاعب مهم جدا عوضه بجوندوجان لاعب اصلا كان بتاعه رجعه ببلاش. الموضوع غريب جدا. ليفربول بمدير فني جديد المفروض بقى جاي عايز لعيبته، ما جابش غير لعيب واحد بس وهو كيزا. ومع ان الدوري الانجليزي كالعاده هو اكتر دوري في اوروبا كلها فرق صرفت على صفقات جديده، ولكن الفرق اللي صرفت مش الفرق اللي احنا متعودين عليها. اول 3 فرق في ترتيب الدوري الموسم اللي فات سيتي، ارسنال وليفربول مش موجودين اصلا في اكتر 6 فرق صرفت على صفقات الموسم ده. ولكن بالرغم بقى ان مفيش صفقات كبيره رهيبه حصلت، ولكن حصلت صفقات كتير ذكيه وصفقات اكتر بكتير بجد غبيه. ولو هتكلم عن الصفقات الغبية يبقى لازم اتكلم عن تشيلسي، النادي اللي في اخر سنتين اشتروا 40 لعيب جديد. قمة الغباء بقى ان بعد 40 صفقة جديدة ما عرفوش يجيبوا لا مهاجم ولا حارس مرمى عليهم القيمة. أغبى حاجة بقى تشيلسي عملها ان جه المدير الفني انزو ماراسكا الجديد من اسبوعين كده، قال على شوية لعيبة كتير بصراحة ان هو مش محتاجهم ومش هيلعبهم الموسم ده، فاحسن حاجة ليهم انهم يمشوا. فده طبعا حط النادي في موقف ضعف جدا وهو بيحاول يخلص من اللعيبه دي. وزي ما شفنا في اخر يوم من الانتقالات لما ارسنال جه يفاوض تشيلسي عشان ياخد منهم اللاعب رحيم ستيرلينج، وقدروا في اخر ساعه قبل ما الميركاتو تقفل انه ياخد ستيرلينج منهم ببلاش، وهيدفع له بس 100,000 استرليني في الاسبوع من ال 350,000 المرتب بتاعه. من اخر كده تشيلسي اضطر ان يدي ارسنال ستيرلينج وهيدفع له 250,000 في الاسبوع عشان يلعب لفريق تاني. مهزله بجد. ولما شفت اللي حصل ده قلت ماشي، هم يمكن مضطرين فعلا يخلصوا من شويه لعيبه، بالذات ان هم عندهم وينجات كتير جدا مش هيعرفوا يلعبوهم. ولكن المفاجاه ان بعد ما تشيلسي ودى ستيرلينج اعاره لارسنال، قام رايح شاري جيدن سانشو من مانشستر يونايتد في صفقه وصلت ل 25 مليون استرليني. بجد حاجه غريبه جدا وما بيتعلموش. من اكبر الصفقات في رايي اللي حصلت في الميركاتو هو انتقال اللاعب لوكاكو لنادي نابولي، بالذات بعد ما فيكتور اوسيمان ما راحش حته وفضل في نادي نابولي. فعلا انا ما اعرفش ليه الفرق الطليانيه مصممه تدي فرصه للوكاكو ده. مهاجم سيء جدا وتقيل جدا وبطيء جدا، بجد مش مستاهله. انا عندي اعتراضات ومخاوف من المهاجم فيكتور اوسيمان، بس اكيد احسن من لوكاكو. وبعدين دلوقتي بقى نابولي حط نفسه في مشكله كبيره بعد ما كانوا متوقعين ان هم يبيعوا اوسيمان للسعوديه. الصفقات دي فشلت واضطروا دلوقتي انه يدوا رقم اوسيمان للوكاكو، وقالوا الاوسيمان مش هيلعبوا اصلا في الدوري ولكنه لسه في النادي. موقف بصراحه كله غبي جدا. والصفقه اللي في نفس الجباوه دي بالظبط هي صفقه انتقال موراتا لاي سي ميلان. راخر لعيب معرفش ليه في نوادي بتعوز تشتريه. انا عارف ان هو كان واحد من منتخب اسبانيا اللي كسب اليوروز، ولكنه مهاجم بجد سيء. ومن اغرب الحاجات يمكن في تاريخ الكوره ان موراتا واخوه لوكاكو من اغلى 5 لعيبه اتصرف على صفقاتهم فلوس في تاريخ كره القدم. حاجه بجد مش قادر استوعبها وملهاش غير تفسير من 2. انديه الكوره معظمها اغبياء، يا لوكاكو وموراتا عندهم احسن 2 وكلاء لعيبه في العالم. فكرت ان انا احط صفقة انتقال كيزا من يوفنتوس لليفربول من اغبى الصفقات لكام سبب كده. اولهم ان اللاعب كيزا ده ما فيش ولا نادي في العالم كان عايز يشتريه، وعشان كده كان سعره 12 مليون بس. تاني سبب ان عموما اي لاعب مهاجم بيجي من الدوري الطلياني للدوري الانجليزي بنسبة عالية جدا تكاد تكون 100% بيفشل. وتالت سبب ان كيزا ده على قد ما كان باين انه هيبدا يبقى لعيب كويس، ولكنه بسبب الاصابات الكتير المتكرره عمره ما وصل للمستوى اللي كنا متوقعينه له. ولكن فكرت ان كيزا اصلا جاي ليفربول ليه؟ هو جاي بس علشان يريح محمد صلاح على مدار الموسم. فلو فكرنا فيها كده
هنلاقي انها ممكن مش هعتبرها صفقة غبية، ولكنها صفقة عادية جدا. نخش بقى في الصفقات الذكية اللي حصلت في الميركاتو، ونبدأ من ورا لقدام. أذكى صفقة لحراس المرمى في رأيي هي صفقة انتقال اللاعب آرون رامسديل من أرسنال لساوثهامبتون. حارس مرمى بجد تقيل، وكان له دور كبير جدا في النقلة اللي أرسنال اتنقلها في أول موسمين له مع النادي. ولكن حارس مرمى زي ده في فرقة صغيرة زي ساوثهامبتون لسه طالعة الدوري الموسم ده هيعمل معاهم شغل كبير جدا، وممكن جدا يكون الفرق بين ان هم يهبطوا ويفضلوا في الدوري. في الدفاع هحط اللاعب الاسباني لينورماند اللي راح من ريال سوسيداد لاتلتيكو مدريد. مدافع رائع، سعره كان كويس جدا، وهيفرق جدا مع اتلتيكو مدريد بعد الموسم اللي فات اللي كان محبط. بيجي جنبه اللاعب ديليخت اللي اتنقل من بايرن ميونخ لمانشستر يونايتد. وهحط ديليخت في الصفقات الذكيه لسببين. اول سبب ان وجوده هيخلي مانشستر يونايتد ما يلعبش هاري ماجواير، وتاني سبب انه اكيد صفقه ذكيه لما نفكر ان البايرن قرر انه يمشيه عشان يقعد إيريك داير اللي هو انا بعتبره ماجواير التاني. تالت صفقه بقى في الدفاع وممكن اعتبرها اقواهم هو انتقال اللاعب كالافيوري من بولونيا لارسنال. اللاعب اللي في وقت اليوروز قلت عليه انه هو اللاعب الوحيد الايطالي اللي عليه القيمه في الجيل الضعيف اللي عندهم ده، واحسن حاجه عملها انه ساب الدوري الايطالي. نيجي لخط الوسط، واذكى واقوى صفقه حصلت في المركز ده وهي صفقه انتقال اللاعب جواو نيفيز من بنفيكا لباريس سان جيرمان. بي اس جي اللي قرروا يعملوا فرقه جديده مبنيه على الشباب بعد ما المشروع اللي مبني على النجوم فشل اوروبيا. نيفيز ده برغم انه لسه صغير عنده 18 19 سنه، بس بجد اتوقع لو كمل بالطريقه اللي هو ماشي بيها دي هيبقى واحد من احسن ان ما كانش احسن لعيبه خط الوسط في العالم في الكام سنه الجايين. تاني لاعب وهو اللاعب بالينيا اللي اتنقل من فولم لبايرن ميونخ. انا كنت بعتبره الموسم اللي فات في الدوري الانجليزي من احسن اللعيبه اللي هي رقم 6 في الدوري كله. يمكن ما كانش باين قوي وهو بيلعب في فرقه صغيره، ولكن مع البايرن هيفرق جدا معاهم بعد موسم محبط السنه اللي فاتت، وممكن جدا يساعدهم ان هم اخيرا يكسبوا هاري كين اول بطوله له في حياته. ثالث صفقه طبعا هي داني اولمو من لايبزيتش لنادي برشلونه. فيورز اثبت انه من احسن اللعيبه خط الوسط الهجوم، وبقاله كذا سنه من احسن اللعيبه دي في الدوري الالماني. هو في برشلونه جه يلعب مكان لاعب تقيل قوي زي جوندوجان، ولكنه اصغر واسرع منه وهيفرق جدا مع الفريق. اخر صفقه هنلاقيها في خط الوسط هي صفقه انتقال اللاعب ميكال مورينو من ريال سوسيداد لارسنال. بقول عليها صفقه ذكيه عشان ارتيتا كان قال قبل كده من حوالي سنه او اكتر ان اكتر حاجه بيحبها في اللعيبه اللي معاه انها تكسب الالتحامات. ميكال مورينو السنه اللي فاتت اكتر لاعب في اوروبا كلها كسب الالتحامات دي وبمسافه كبيره عن اللعيب اللي بعده. وفي اخر 6 سنين مع ريال سوسيداد سمعت رقم انا كده مرعب انه كسب 1356 التحام في ال6 سنين دول. مشكله يمكن في ميكال مورينو ان في اول تمرين له مع ارسنال كسر كتفه ومش هنشوفه قبل شهرين. يا ترى بقى ايه اقوى صفقه حصلت في الهجوم؟ والله مش عارف، يعني متهيأليش في حاجه. طبعا يعني ان كيليان امبابي لريال مدريد هي اقوى صفقه حصلت في الهجوم ومن اقوى الصفقات اللي حصلت في التاريخ. وبالرغم من ان بدايته مع الفريق يمكن في الدوري مش قد كده، بس كلنا عارفين انه طبعا هينجح وهيجيب اجوان بالهبل. جوليان الفاريز من مانشستر سيتي لاتلتيكو مدريد. الفاريز يا جماعه ده كان من اهم اللعيبه لبيب جوارديولا. تخيلوا انه في اخر سنتين هو رابع اكتر لعيب لعب دقايق للفريق. وحظه يمكن كان وحش ان في وجود مكنه زي هالاند جنبه ارقامه في الاجوان كانت عاديه، ولكن لما يروح في فرقه يبقى هو الاساسي فيها توقع انه هينفجر في الدوري الاسباني. اخر صفقه في التشكيل كله هي اللاعب سافيو من جيرونا لمانشستر سيتي. يعني مش عارف اعتبرها صفقه قوي لان جيرونا ومانشستر سيتي الاثنين بيملكهم نفس المالك اللي هي السيتي فوتبول جروب، فكانت صفقه كده في بيتها. ولكن بصراحه شكله لاعب كويس جدا وكان عامل موسم رائع مع جيرونا السنه اللي فاتت ووصلت معاهم لدوري الابطال، وشكله في الملعب كده بصراحه رياض محرز الجديد. قولوا لي ايه رايكم في التشكيل اللي منقيه لاذكى مش احسن اذكى 11 صفقه حصلت في موسم الميركاتو 2024. واشوفكم الحلقه الجايه.